تخيل نفسك في آخر الخمسينات من عمرك وفجأة تحس بألم ناري حارق في جنب جسمك مش قادر تستحمله. في الأيام اللي بعدها مباشرة بتلاقي بقع حمراء بتظهر عن الجلد مليانة بثور صغيرة، هي مش بس بتوجعك، هي مخلياك مش قادر تتحرك ولا تركز. في الأول أنت ممكن تفكر إن الموضوع ده مجرد حساسية في الجلد، لكن الحقيقة إن الفيروس اللي عمل لك الجدري وأنت صغير هو ما زال موجود في العصب ومستني الفرصة المناسبة علشان يظهر. ده اللي بيحصل في مرض اسمه الحزام الناري. بعد ما الفيروس ده بيخمد في الطفولة ممكن يرجع يجدد نشاطه تاني، بيعمل ألم مزعج جدا بياخد شكل الحزام، يعتبر ألم حارق، وده من أصعب أنواع آلام الأعصاب. طبعا إيه اللي بيخليه ينشط؟ في حاجات مختلفة جدا، ممكن بسبب التقدم في العمر، نقص المناعة، أو مرضى السكر، أو الاسترس. ممكن بنشوفه بيجي الشباب من الاسترس اللي هم فيه. طب وإيه الحل؟ إن احنا نبدأ بالعلاج فورا بمجرد ظهور الأعراض. العلاج بيكون مضادات للفيروسات وحاجات لآلام الأعصاب. كل ما بدأنا مضادات الفيروسات بدري كل ما كان الشفاء أسرع. فالمهم إن لو ظهر عليك حاجة زي كده نستشير الطبيب وناخد العلاج بدري. أنا الدكتور عبدو حمدي، وخليك فاكر إن التشخيص المبكر ممكن يغير حياتك.